يتجه كل من الاتحاد الدولي فيفا والاتحاد الإفريقي كرة القدم كاف لتسليط عقوبات قاسية في حق الاتحاد الجزائري كرة القدم قد يصل لتجميد عضويته بسبب تدخل السياسة في الرياضة من خلال تحكم النظام العسكري يحاكم في قرارات الاتحاد الجزائري للعبة الكاف. وعقب ورود قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية بسويسرا سيكون مؤهلا بشكل قانوني لاتخاذ قرار حازم من خلال لجنة التأديب التي تم تكليفها بتسليط عقوبات إضافية على خلفية صدور قرار من لجنة المسابقات باعتبار اتحاد العاصمة الجزائري منهزما ذهابا وإيابا. وأعطى الحكم الصادر عن محكمة الطاس الضوء الأخضر لكل من الكاف والفيفا لتسليط عقوبات صارمة في حق الاتحاد الجزائري قد يصل لحد التوقيف على غرار ما حصل مع اتحادات قارية أخرى داخل الكاف مثل توقيف المالي وتهديد الاتحاد الإسباني بتجميد مشاركته الدولية بسبب التدخل السياسي في اللعبة. التدخل السافر والفاضح للنظام الحاكم في الجزائر في قرارات كرة القدم كشفته بما لا يدع مجالا لشك إقحام أسباب، وهي حول قميص فريق نهضة بركان الذي تم اعتماده بشكل رسمي من لدن الكاف قبيل بداية منافسات القارية، ما يجعل الاتحادين الدولي والإفريقي على أهبة تسليط عقوبات قد تصل لحد توقيف الاتحاد الجزائري عن المشاركة في المنافسات القارية وبالتالي المنع من خوض تصفيات مونديال 2026 وتصفيات كأس إفريقيا 2025 بالمغرب.